Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Eyyuhel ihvanul e'izâ, ma'lumun indekum enne meseletel kudsi ve fesadel yehudi ve katlehumul enbiya vel ebriyâ ve i'tidâhim ala hukukun nas mes'eletun Kur'aniyetun ilahiyetun nebeviyetun. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ويقول عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكذا يقول الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتوله منكم فإنه منهم ولهذا كان محبة القدس في قلب كل مسلم في المشرق والمغرب لا سيما حين احتلها اليهود ومن أجلها أصبحت قضية الفلسطيني هي قضية المسلمين الأولى لها يفزعون وعليها يحافظون وفي سبيلها يقاتلون إن القدس ليس ملك الفلسطينيين وحدهم إنها ملك المسلمين جميعا ولا يجوز للفلسطينيين وحدهم أن يتصرفوا في مسير القدس بل يجب على المسلمين جميعا أن يقوموا بواجبهم في الدفاع عن بيت المقدس وهذا فرض عليهم جميعا أن يدافعوا عنها بأموالهم وأنفسهم وما ملكت أيديهم كما وقع في القديم حينما احتل الصليبيون القدس قديما كان الذين عملوا على تحريرها مسلمين من غير العرب مثل عماد الدين زنجين التركي وابنه نور الدين محمود الشهيد وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي الذي حرر القدس على يديه ونرجو من الله تعالى أن يحرر القدس على أيدينا وعلى مسلمي العصر ويحفظنا والمسلمين جميعا من شر اليهود وأهلاكهم بإذن الله تعالى وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.